السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. هناخد فيديو بتاع النهارده الفليكسبل كابلنج. تمام. طيب. زي ما اتعودنا الاول، يعني هنعرف يعني ايه الفليكسبل كابلنج. تمام، او هنعرف معنى او ايه الفايده من اللوحه او الحاجه اللي احنا ناخدها، وبعدين هنفهم اللوحه ونقرا اللوحه، بعد كده ايه هنشوف ازاي بنجمعها. تمام. طيب. فيعني ايه في فليكسبل كابلنج او الفليكسبل كابلنج ديت؟ انا ايه فايدتها في الحياه؟ تمام. الفليكسبل كابلنج هو ميكانيزم. حلو. الميكانيزم دوت بقى بينقل لي الباور من شافت لشافت. احنا اخدنا المره اللي فاتت كان ايه؟ اخدنا الترانسميشن شافت. كان الترانسميشن شافت ده بيعمل ايه؟ بينقل لي الباور من ترس على الشافت لترس تاني، او ايه، او بودي على اللي هو ايه، على نفس الشافت. حلو. لا، انا دلوقتي انا عندي شافت شغال. تمام، شفط شغال، شفط بيدور. حلو. طيب انا عايز الشفط اللي بيدور ده يدور لي شفط تاني، فبعمل ايه؟ فبعمل كابلنج ما بينهم. تمام. بس فمن يعني من احدى انواع الكابلنج هو الفليكسبل كابلنج. لكن في انواع كتير، في الليجيت كابلنج، في الفلانجد كابلنج، والفيكسد كابلنج، في انواع كتير. تمام. طيب. فأهمهم أو يعني مش أهمهم، يعني إحنا ناخد نوع منهم وهو الفليكسبل كابلنج. يبقى الفليكسبل كابلنج دوت إيه؟ هو حرفيا أنا بنقل باور من شفط لشفط تاني. طيب إزاي؟ عايزين مثلا ناخد حاجة بسيطة يعني. تمام. ونطبق بقى إيه، أو نشوف الفليكسبل بقى إيه كابلنج، يعني الأبجريد بتاعه. أنا مثلا لو عندي شفط كده. حلو. أهو ده شفط. تمام. أهو. حلو، ده شفط. طيب. الشفط دوت هو بيدور. تمام. فانا عايزه يدور لي شفط تاني، فانا هعمل ده ازاي؟ ببساطه، زي هجيب حاجه فلانجايه. تمام. فلانجايه مثلا كده. حلو. او كده. اهي. تمام. الفلانجايه ديت هربطها بايه، او هلحمها مثلا في الشفط ده. تمام. يبقى الفلانجايه ديت مثلا كده ايه، هي ملحومه فين؟ في الشفط ده. حلو. طيب. وفلانجايه كمان برضو هي ملحومه في ايه، في الشفط اللي ورا. طيب طبيعي الشفط ده هو بيلف، فايه اللي هيحصل؟ فيلفف لي الفرنجية اللي هي ملحومة فيه. طيب لو انا ربطت الاتنين دول مع بعض بمسامير كده اهو. تمام. فاكيد ديت لما هتلفف لي ايه؟ الفلانجايه ديت. وبما ان الشفط دوت هو ملحوم في الفلانجايه ديت، فالشفط دوت كمان ايه، هيلف. يبقى انا كده عملت ايه؟ ترانزميشن باور ايه من الشفط ده، او نقلت باور من الشفط دوت لايه، للشفط دوت، عن طريق اللي هو ايه، الكابلنج. تمام. الكابلنج ديت يعني انا ربطت شفط بشفط بقى اسمه كابلنج. تمام. طريقه الربط بقى ديت بتوديني لانواع كتير. حلو. طيب انا قلت ديت ليه؟ علشان نتوقع، او علشان اللي هو انا هقول لك اللي هو ايه، يبقى انت يعني بعد المنظر ده لازم تكون متوقع ان احنا هنشوف ايه هنا في اللوحه ديت. اكيد هتشوف شافts. تمام. وهتشوف حاجه شبه الفلانجات. تمام. هشوف مسامير انا هربط بيها الفلانجات ديت مع بعض. تمام. وبرضه ممكن احنا هنا بقى مش بناخد لحام، احنا الفلانجية ديت مش تبقى ملحومة ايه، في الشفط. فالاقي ايه؟ هلاقي كيو في الشفط، والاقي اللي هو ايه، الفيزر كي. تمام. خلاص احنا عارفين ان انا لما بيبقى مثلا عندي شفط، الشفط دوت بيلف، عايز الفف ترس على الشفط، فانا لازم اللي هو ايه، اعشق الترس بالشفط بايه، بالفيزر كي. تمام. بس يبقى احنا كده ايه، فهمنا الفكرة، وفهمنا برضو ايه الحاجات اللي احنا منتظرين نشوفها في اللوحة. طيب نيجي بقى ايه، نبص على اللوحة. لو بصينا على اللوحة اهيت. فين اللوحة؟ او فين البارتس اللي عندي دي؟ البارتس اهي، فليكسبل كابلنج. لو بصينا على اول بارت هنلاقيه اهو. اول بارت هو فلانجية اهو. حلو. طيب فين الفلانجية رقم واحد؟ دي الفلانجية رقم واحد. تمام. زي ما شفنا هي دي فرنجية. زي ما قلنا ملناش دعوة بشكلها، او يعني هو هي دي شكلها بسيط، هي دي فرنجية. حلو. هنا مديني السايد فيو بتاعها.
السايد فيو فيه هو عايز يقول لك ان انت عندك هنا ثلاث مسامير، الثلاث مسامير دلوقتي على بيتش سيركل بديامتر اللي هي 95. طيب قصدي 3 هول، 3 هول الفلنجايه فيها 3 هول. طيب الهول ديت ليه دايرتين جوا بعض؟ لان ديت تيبل هول، هول مسلوبه مش هول على بعضها كده. حلو. وطبعا بقى عندي في النص اللي هو ايه، الهول الكبيره اللي هيخش فيها الشفط. تمام. طيب برضه لازم يكون عندي فيزر ايه ديت اللي هي قصدي ديت اللي هي هنا ايه الكيوي، اللي طبعا انا طبيعي هدخل الشفط هنا واحط اللي هو هنا ايه الفيزر كي ديت. ليه؟ لان عشان لما الشفط يلف، تمام، الفيزر كي تخبط في الفلنجايه فتلفف لي فلنجايه معاها. تمام. وبرضه هنا مديني اللي هو هنا ايه، مديني هنا هول ثريدد هول بام 8. تمام. طيب دي اول فلنجايه. طيب هنا فين الفلنجايه بقى اللي هتركب على الشفط التاني؟ لو بصينا هنا او هنا مديني بالت 2 فلنجايه كمان. فين الفلنجايه التانيه ديت؟ اهي دي الفلنجايه التانيه. تمام. ومديني ده برضو ايه السايد فيو بتاعها، يبقى دي فلنجايه اللي هتركب في الشفط الاولاني ودي فلنجايه اللي هتركب في الشفط التاني. نفس الكلام. تمام. هو هنا مديني السايد فيو بتاعها علشان يقول لك ايه ان هي فيها ايه برضو هنا تيبل او 3 تيبل هول. حلو. هو برضو هنا ديت اللي هي ايه الهول بتاعت الشفط بالكيوي. وبرضو عندي هنا ايه ديت برضو ايه هي هولز واخده الشكل ده. حلو. بس طيب وبرضو فيها اللي هي ايه الهول اللي هي بام 8. تمام. طبعا اهم دايمنشنز نخلي بالنا منها هي طبعا الهول بتاعت اللي هي هنا ايه الشفط يبقى قد ايه ب 35. تمام. طبعا انت لو ما ننساش طبعا اللي هو ان انت برضو لو مش فاهم يعني ايه فليكسبل كابلنج وعايز تبصمج الماده، ما تفهمش ده كله. شوف بس ايه المين دايمنشنز الاساسيه اللي عندك في الرسمه واعمل ماتشنج للدايمنشن. لقيت هول 35 زي كده، تمام، يعني انت بصيت على حاجه زي كده او على الفلنجايه ديت ما هتفهمش الفلنجايه. تمام. لو انت عايز تبصمج ايه بص لي بس على المين دايمنشن بتاعتها ايه. في المين دايمنشن اللي هو لقيت فيها هول ديت بفاي 8، ولقيت هنا الهول بتاعت الشفط ديت اللي هي بفاي 8 و قصدي 35، ولقيت اللي هو ايه تيبل هولز. بس ركز بس او احفظ اللي هي ديامترز او يعني الدايمنشنز بتاعتهم علشان ايه لو قرأنا حاجة تانية يعني بنفس الدايمنشن. تمام. يبقى نعرف ان ديت الريكفري. حلو. طيب ايه البالت التالت؟ البالت التالت هو بن. حلو. قايل لي ان البن دوت عندي منه 3. طب فين البن دوت؟ اهو ده شكل البن. حلو. لو بصينا هنلاقي طب ايه برضه الدايمنشنز بتاعت البن دوت؟ هنلاقي ان البن ده فيه اهي او هو برضه فيه سطح تيبل مسلوب. مديني الديامتر بتاعه هنا ايه ب 14. تمام. فلو انت جيت بصيت ديامتر 14 ورجعت للفلنجايه كنت هتلاقي فيها ان ايه ان فعلا انت هنا الديامتر بتاع التيبل هول ديت 14. يبقى طبيعي اكيد التيبل ده هيركب فين؟ هيركب في التيبل ده. حلو. بس وبرضو طيب انا هركبها كده. حلو. نمسح يعني ممكن نمسح الزيطة ديت ثواني. يعني ايه ناخد الفكرة كده على طول. تمام. قلنا ديت البن هنا قلنا هي ايه بتيبر اهيت الديامتر بتاعه 14، ولقيت هنا هول في الفلنجاية الديامتر بتاعها برضه 14، فاكيد هتركب فين؟ هتركب هنا. صح. او هركبها كده. تمام. هشوف هي هتخش لحد فين اللي هو انت هنا ال 16 انت عندك ديت 20 فاكيد هيبقى في 4 مللي فرق ورا. تمام. وهتبقى ايه هتبقى هي كده. تمام. ما ننساش الشنفر اللي هو اللي قدام ده، ويبقى عندك اللي هو هنا ايه الجزء الثريدد ورا والجزء دوت هيكون ورا كده. حلو. بس طيب الجزء دوت ايه هنا مديك ام 10، يعني معناه ان انت الجزء ده مقلوظ وطبيعي لان البنايه ديت عشان لما نيجي نشدها كده ما تطلعش، فانا طبيعي ان انا هدخلها وهربط ايه وهربط هنا زي في صاموله، فبالتالي لما اجي اشدها هنا ايه مش هتطلع. تمام. بس فاحنا خلاص عرفنا ايه انت عرفنا ان انا عندي هي البن ديت هو ديت كانت بديامتر 14 ديت طول 14 فاكيد ديت هتركب بديت، وطبعا دي قصدي هتركب هنا ايه هنا. حلو. وطبعا انا عندي هنا 3 هول فلازم اكون منتظر ان هو يكون مديني ايه 3 بن.
تمام. وقلنا ان انا عندي هنا ام 10، فانا لازم يكون عندي، اتوقع ان انا لازم الاقي في الجدول ايه نط بام 10، وطالما معايا نط فانا لازم يكون عندي برضو ايه ووشر. حلو. بس طيب ايه البلط الرابع؟ البلط الرابع قال لي تنشن بيسز، او عندي منها 15 واحده. حلو. تنشن بيسز عندي منها 15 واحده. فين التنشن بيسز ديت؟ هي دي. حلو. ديت اهي البلط رقم ايه 5. لا قصدي ده بلط رقم 4. هي التنشن ايه التنشن بيسز. لو بصينا على التنشن بيسز ديت، هي حاجه زي ووشر بس هنا ايه يعني كبيره شويه كده وبتو هول. تمام. هي حاجه عامله كده. حلو. ومديني هنا السايد فيو بتاعها. احنا هنا لو بصينا برضه يعني نركز على اهم دايمنشن، الهول بتاعتها. تمام. الهول بتاعتها بقد ايه؟ هنا قايل ان الهول بتاعتها بفاي 14. فاي 14 يبقى طبيعي التنشن بيسز ديت هي هتركب فين؟ هتركب في البني ده برضه. تمام. عشان الاقيهم في البني دوت، لان البني دوت ايه بديامتر 14، اكيد مش هيركبوا في حته تانية غير كده. تمام. وهنشوف بقى ايه هيركبوا برضه ازاي، بس نخليهم دلوقتي. بس ما تنساش ان انا عندي منهم 15. حلو. طيب و ممكن نفوت الحته دي بس ايه دلوقتي. طيب وبعدين بط رقم 5 عندي بني تاني. فين البني رقم 5؟ هو ده البني رقم 5. تمام. ده البني رقم 5. لو جينا بصينا برضو هنلاقي ان انا عندي هنا هو الديامتر بتاعه هيبقى 14. حلو. التيبر هي 14، وفي برضو هنا ايه ام 10. فطبيعي ده بقى هيركب فين؟ انا ركبت 3 هنا في الفلانجايه ديت، فاكيد التلاتة التانيين هيركبوا فين؟ في الفلانجايه ديت في التيبل، في فتحه التيبل. وبرضه نفس الكلام هيركبوا كده، وهيبقى طالع منهم السيرد، واكيد هقفل عليهم بايه؟ بتلاتة نط وتلاتة ايه؟ تلاتة ووشر طبعا في كل واحده. تمام. بس يبقى انا كده ايه يعتبر جمعت البنز ديت بالنط والوشر بتاعتها مع اللي هو ايه مع الفلانجات. تمام. طيب نيجي بقى نشوف بقيه البارتس. انا كده حرفيا خلصت اهوت. عندي بقى الكي اللي هي اللي انا هحطها في الشفط مع الفلانجيه. عندي النطس، عندي الجراب سكرو. هنرجع له الجراب سكرو دوت تاني. وعندي الوشر، اي الوشر اللي هي ايه الوشرز بتاعت اللي هي ايه النط اللي هم هيركبوا هنا ايه في البنات. طيب عندي هنا قال لك في بولت تاني اسمه جراب سكرو. فين الجراب سكرو ده اهو. ده الجراب سكرو مسمار، هو واخد المنظر ده. اهم حاجه اشوف المسمار بعيدا عن المسمار ومنظره، اشوف المسمار دوت ايه. ده ام 8. طب انا شفت ام 8 ديت فين؟ شفنا ام 8 ديت في الفلانجات، صح؟ فاكيد المسمار دوت ايه هيركب هنا اهو. هيركب بالمنظر دوت كده ايه هنا. هاخد يعني نفس منظره ده انا هنقله هنا، هنا وهنا. تمام. لو جيت انت بصيت هتلاقيه مديك منه ايه 2. حلو. بس طيب فين الشفط؟ احنا قلنا ان انا فليكسبل كابلنج ديت هو مديهاني علشان اللي هو ايه علشان انا هعمل باور ترانسميشن بتوين تو شافتس. فين الشفط؟ اكيد يعني هي بديهيه، فيعني هو مش هيدو يعني هو مش كاتبه لك في الجدول، فاهم؟ بس انت يعني شيء بديهي ان انت ترسم له هنا شفط. ما هو اكيد فيزر كي وفلانجات وفليكسبل كابلنج، واحنا عارفين يعني فكره الفليكسبل كابلنج، فاكيد هيكون عندك هنا ايه او تو شافت. شافت هنا وشافت برضو ايه كده الناحيه التانيه. حلو. طيب يبقى فهمنا كده الباتش بتاعتنا، وشفنا يعني نوعا ما ايه هيركب مع ايه. تمام. طيب نبدا نشتغل في الكلام ده. او قبل ما نبدا نشتغل في الكلام ده، انا عايز بقى ايه انا يعني اديتك في الاول كده زي شكل بسيط للكابلنج. رسمته لك هنا يعني يعتبر 3 دي علشان اقول لك يعني ازاي بتتم عمليه الترانسميشن باور بتوين تو شافتس. لكن انا هنا بقى باستخدام الفليكسبل كابلنج ازاي؟ باختصار يعني الموضوع هيمشي ازاي. يعني الفليكسبل كابلنج دي برضه هي حاجه عامله ازاي. زي ما قلنا هي الفكره في ايه؟ الفكره ان انت برضه هي نفس الكلام. انت هيكون عندك شافت كده، والشافت برضه الناحيه التانيه ايه قدامه اهو. حلو. طيب انا الفلانجات ديت احنا قلنا لازم يكون اساس الكابلنج شافتس وفلانجات هي تركب بطريقه معينه
وبيحصل اللي هو هنا ايه الباور ترانسميشن. تمام. فانا الشفط الفلانجات دي ايه هتركب ازاي؟ او طبيعي. تمام. هتركب الفلانجات كده. حلو. أهو. الفلانجايه هتركب ايه كده. تمام. سوري. تمام. تمام. دي كده تبقى ايه؟ دي كده تبقى الفلانجايه. تمام. طيب قدامها برضو واحدة تانية زيها. حلو. قدامها واحدة تانية زيها. يعني انا بحاول اهوت ايه افنن بقدر الامكان عشان ايه الموضوع او الفكرة تبقى ايه واصلة. حلو. اه. طيب يبقى انا عندي هنا دي الفلانجية دي هي دي. حلو. والفلانجية دي هي ديت. داخل فيهم الشفط اكيد داخل فين؟ اي في الهول دي. حلو. طيب اهم حاجه هنا او يعني ايه تاني خطوه، انا مش الشفط دوت انا دخلته صح، ركبته مش ممكن يطلع. طيب علشان ما يطلعش عملت ايه؟ عملت هنا زي هول اللي هي الام. عملت هنا زي هول اللي هي هنا ايه الام 8 ديت. حلو. وهركب فيها المسمار ده. ما احنا قلنا هنا ان المسمار دوت ام 8 فاكيد هيركب برضه هنا ايه هيركب في الهول دي. حلو. وهركب فيها المسمار دوت. لما اربطه هضغط على ايه؟ هضغط على الشفط. يعني انت الشفط اهوت هو هيركب عندك كده. تمام. الشفط هيركب عندك كده. انت هنا مركب مسمار وربطه ضاغط على الشفط، فطبيعي الشفط دوت لما يجي هيطلع او لما انا اجي اشده هل هيطلع؟ لا مش هيطلع. يبقى احنا كده ايه عرفنا ايه ايه فايدة البن ده وازاي ايه بنجمعه مع الايه مع الشفط مع الفلانجايه. حلو. طيب برضه ما تنساش ان انت عندك طالما شفط فلانجايه فانا الفلانجايه ديت علشان تدور مع دوران الشفط فانت اكيد عندك برضه جوه في ايه في الفيزل كي. تمام. يبقى احنا كده ايه خلصنا ايه من الكي واللي يعتبر والفلانجات والفلانجات وايه والبن. تمام. او والمسمار ده. طيب ايه بقى طريقة الربط اللي هي ما بين الفلانجتين دولت بحيث ان انا فلانجايه لما بتلفف لي التانية. طبعا انت عندك ايه انت عندك آه احنا قلنا ايه ان انت الفلانجات ديت هي فيها هولز كده. تمام. 3 ايه هول عكس بعض وديت فيها هولز بالمنظر ده اهو. دي. حلو. اهي. تمام. طيب ايه الفكرة بقى هنا؟ الفكرة شايف انت البنات دي احنا قلنا ان البنات ديت انت عندك 3 هما مربوطين هنا. تمام. طبعا انت عندك هنا الصامولة او 3 كده ايه مربوطين هنا. لو انت لاحظت ان انت الفلانجايه ديت هي محطوطه قدام الفلانجايه ديت بحيث ان انت التيبل هول دي. تمام. اللي هيركب فيها البن كده هيخش فين؟ هيخش في الفتحه او في الهول اللي واخده الشكل ده. تمام. انا لما احط البن ده لما اركبه هنا فهو هيخش في الفتحه دي. فانت عندك التلاته هما متعشقين ايه او التلاته هما متعشقين ايه في التلات فتحات دول قدام بعض. ايه يعني هي باينه هما قدام بعض. يعني هو يعني راسم لك الرسمه بحيث يعني يسهل عليك الفكره. ما هو كان ممكن يضايقك وينزل عليك ازاي يجيب لك مثلا الرسمه ديت او السايد فيو دوت معكوس. ازاي مثلا يجيبوا لك كده. حلو. فانت طب فانت بقى ايه هتفكر طب انا هجمع ده ازاي. لكن هو حطيت حرفيا هو يعني راسم لك الرسم بحيث ان يعني هي باينه خلاص ان ديت هتبقى قدام ديت. فانت لما تدخل البين فهو ايه هيركب هنا على طول. تمام. يعني مش عاكس لك السايد فيو او مش لاعب لك في وضعه. لا هو مظبط لك وضعه. تمام. بس فاحنا قلنا ايه ان انا البنات عندي. تمام. انت عندك هنا بني كمان فهو البني ايه هيعشق ايه هيعشق في الهول دي. حلو. طيب فانت انا حرفيا البنات ديت اهي اللي هي رقم 3 اللي هي مربوطة في الفلانجاية دي ومتعشقة مع الفلانجاية التانية في الهولز ديت. خلاص هما دوت حرفيا اللي بينقلوا لي الباور من
الفلانجايه ديت او من الشفط دوت للشفط ده. ازاي؟ حرفيا انت الشفط دوت لما يلف قلنا هيلفف معاه الفلانجايه. طب لما يلفف معاه الفلانجايه، لما الفلانجايه ديت هتلف فطبيعي البنات ديت وهي راكبه فيها فطبيعي هي كمان هتلف. فلما البنات ديت تلف هتعمل ايه؟ هتخبط في الهولز ديت اهي، هتخبط في الهولز دي. فايه اللي هيحصل؟ يعني لو عملنا هنا، لو غيرنا هنا الكلام اهو، هتخبط في الهول دي. حلو. فلما هتخبط في الهولز ديت فايه اللي هيحصل؟ فهتلفف لي كمان الفلانجيه ديت وكمان ايه، الفلانجيه ديت طبعا بقى ايه لما هتلف هتلفف لي معاها الشفط دوت. يبقى انا فعلا كده عملت ايه؟ ترانزميشن باور ما بين التو شافتس بس. فانت البنات ديت هي الاساس. طيب ايه بقى فرق ايه قصدي فايدة البنات بقى التانية دي؟ هي حرفيا البنات دي علشان ايه؟ ده يكون زي التو فلانجز دولت يكونوا محكومين مع بعض دوت مثلا ما يرقص. حلو. فهو عمل لك ايه؟ فهو حاطط لك برضه ايه البنات ديت، بحيث ان البنات ديت هي تركب في الفلانجايه التانية دي، وفيها ايه؟ فيها الوش ده. او لو انت جيت لاحظت ايه الفرق ما بين البنايه ديت من البنايه دي، الوش ده اللي هو ايه؟ يعتبر ايه؟ واخد وضعه يعتبر في ايه؟ على الفلانجايه ديت، متمركز عليه، على متمركز على الفلانجايه ديت. وبرضه علشان ديت برضه ما ترقص الفلانجايه ديت ما ترقص مع الفلانجايه ديت. فانا جيت عملت ايه؟ شايف انت التنشن بيسز ديت؟ يعني حطيتها كده. ثواني نعملها بلون تاني. او انت عندك قلنا ده البن اللي هو ايه؟ عايزين لون تاني. اه ناخد الازرق ده. ده البن. حلو. اللي هو ايه؟ اللي هو راكب هنا. والاخضر ده البن اللي هو راكب في الفلانجايه ديت. انا جبت التنشن بيسز ديت ايه؟ التنشن بيسز ديت وزي ركبتها كده، رصيتهم كده ورا بعض. تمام. هنا ما بين يعتبر ايه؟ في الفراغ اللي هو ايه؟ في الفراغ اللي هو ما بين التو فلانجز دولت رصيتهم. فبالتالي خلاص بقى الاتنين دولت ايه؟ هما محكومين ايه مع بعض. حلو. هو دوت لما هيلف الفلانجايه ديت لما تلف هتلف الفلانجايه ديت معاه ومش هيرقصوا بقى خلاص. يعني دول ماسكين بعض اللي هو يعني لو رسمناها هنا، انا مش عارف ارسمها هنا في الستيج دي. بس يعني لو وضحنا الفكرة هنا على 2 دي ان شاء الله باذن الله هتوضح. احنا قلنا ان انت عندك ايه؟ قلنا ان انت عندك البنات اللي هي راكبه في الفلانجايه ديت متعشقه هنا. حلو اهي. طيب وعندك ايه كمان؟ وعندك البنات بقى اللي هي اللي هي بالوش راكبه ايه؟ راكبه في الفلانجايه ديت كده. تمام اهي، راكبين هنا في الهول ديت. فهو التنشن بيسز ديت عمل لك او جابها. يعني ايه فايدتها؟ عشان هو مش في هنا في تو هولز صح؟ فهو جايبهم بحيث ان هو ايه؟ يربط كده ما بين البنز ديت وايه؟ ما بين التو بن. تمام. اللي هي البن الزرقاء والبن البلبل دي. فانت حرفيا كده ايه؟ هما بقوا محكومين. يعني مش هيرقصوا مثلا او حاجه. خلاص انا كده ايه؟ حكمتهم او حكمت وضعهم بالنسبه لبعض بس. حلو. طيب فانا هنا ممكن ايه؟ هرص بقى ايه؟ انا عندي 15 بن. ال 15 قصدي 15 تنشن بيسز. ال 15 تنشن بيسز دول انا هربطهم او يعني هستخدمهم في ان انا اربط كل تو بن مع بعض. فانت حرفيا اللي هو ايه؟ يعني ال 15 هتقسمهم على 3. فانت كل يعني كل تو بن مربوطين اللي هو ايه؟ مربوطين بخمسة تنشن بيس كده ايه ورا بعض. اللي هو انا حاطط ايه؟ حاطط 5 تنشن بيسز كده ايه ورا بعض دوت هنا او ما بينهم كده. تمام. بس يعني يا رب الفكرة تكون واضحة يعني بقدر الامكان اهوت. يعني انا هنا ايه؟ راصص كده 5 ورا ايه؟ ورا بعض كده ايه؟ ما بين الفلانجتين دول. تمام. كل 5 ماسكين 2 ايه؟ الاتنين بينز ايه مع بعض. تمام. بس فهي ديت حرفيا هي فكرة خلاص الفليكسبل كوبلنج يعني. تمام. قلنا انت خلاص الشفط دوت هو راكب في فلانجايه مقلط عليه بالبن ديت. وطبعا عندك هنا الكي واي. تمام. كل فلانجايه هي فيها 3
بن راكب فيها 3 بن، انت ال3 بن اللي هم في الفلانجيه دول متعشقين مع الفلانجيه التانية عن طريق الهولز ديت، فاكيد بقى ديت لما تلف هتلفف لي الفلانجيه ديت. تمام. وحرفيا ال3 بن بقى التانيين اللي هم اللي بوش دول، اللي هم اللي بوش دول اللي راكبين في الفلانجايه التانية ديت بقى. ما انا خلاص انا عشقت البنات بتاعت الفلانجايه ديت في الهولز بتاع ديت، فخلاص ديت لما تدور هتلفف لي ديت. امال قلنا فايده دوت ايه؟ بس عشان يعمل لي ايه؟ يعني بوزيشننج بس، ويبقى الاتنين فلانجتين هم على طول قدام بعض، ايه يعني ما بيلقوش مثلا او ما بيلعبوش. حلو. بس طيب ازاي بقى نرسم دوت؟ يعني ايه بقى خطواتك وتبدأ بقى منين كرسم؟ تبدأ منين؟ طب احنا كده فهمنا الفكرة. طيب انا هرسم برضو ازاي؟ حرفيا او زي ما بنقول كل مرة، ازاي احنا هنرسم؟ تخيل ان انت معاك البارتز ديت، تمام، وبتجمعها. فانت هتجمعها ازاي؟ اول حاجة هترسم لي مثلا اول فلانجاية. تمام. هترسم لي ايه؟ اول فلانجاية. اي الفلانجاية ديت هتاخدها كده ايه؟ كوبي بيست. تمام. اهي. او لا، ممكن نرسم الشافطس الاول علشان ما نمسحش. حلو. ممكن نرسم الشخص اول ايه علشان ايه؟ ما نمسحش. تمام، زي ما اتعودنا يعني، او زي ما عملنا في الرسمتين التانيين. فانت هترسم اول ايه؟ اول شفط عندك كده. تمام. ثواني بقى. او هترسم ايه؟ اول شفط عندك ايه؟ كده. دي الشنفر بتاعته. حلو. دي مكان، ده مكان الكي. حلو. طيب رسمت الشفط. هتحط لي ايه؟ هتحط لي فيه الكيوي، او هتحط لي فيه قصدي الكي. وما تنساش تقفل بالخطين دول. تمام. اللي هم ايه؟ انت عندك الهول ال ال الكيوي في الشفط هي شكلها عامل كده. فانت لما تيجي تقطع من هنا، فانت دول الخطين اللي ورا. حلو. طيب رسمت الشفط بالكي. طبعا انت هنا طبعا راسم سنتر لاين عشان تبقى الرسمه عندك ايه؟ سيمتريك. هتعمل ايه؟ هترسم بقى ايه عليه؟ الفلانجايه ديت. تمام. طيب فانت هترسم الفلانجايه ازاي؟ اي هترسم الفلانجايه، تاخد الفلانجايه ديت حرفيا كده كوبي بيست. تمام. اي تمام. اي الفلانجايه كده. هي حرفيا نفس الفلانجايه. وما تنساش بقى ايه تعمل اللي هو هنا ايه؟ الخط ده اللي هو بتاع ايه؟ الكي. برضه هنا ايه؟ الكيوي اللي هي في ال في الفلانجايه. تمام. طيب بس. طيب وبعدين هتعمل ايه؟ ما تنساش بقى هنا. سوري. أوه. حلو. ما تنساش بقى هنا ايه برضو؟ ايه الهول اللي هي ايه؟ اللي انت راسم فيها البن ده. تمام. اللي هو يكون شكله تقريبا عامل كده يعني. تمام. بس فانت كده حرفيا خلصت الجزء اللي على الشمال. طيب قلنا ايه؟ قلنا ان انت هنا يبقى عندك ايه؟ حرفيا يعتبر قلنا الفلانجايه ديت فيها ايه؟ فيها 3 هول. تمام. هيركب فيهم التلاتة بن دول. تمام. فانت هنا طبعا لما تيجي تاخد سيكشن، طبعا احنا بنرسم هنا سيكشن اليفيجن، فانت مش هيبان عندك غير ايه؟ غير الهول ديت. بس يعني انت هنا هترسم لي اهي التيبل هول دي. طبعا هتحدد مكانها من السنتر لاين، هتشوف هي بعدها قد ايه من السنتر لاين. اه حته. انا هنا احدد مكان. لا هي ديت دي خلاص ديت معروف مكانها خلاص. تمام. اللي هو هيبقى ريديوس من السنتر لاين هنا ريديوس. تمام. طيب هترسم، او طبعا انت هنا اوريدي راسم التيبل هول. حلو. هترسم بقى فيها ايه؟ التيبل بن. تمام. هتاخد التيبل بن دوت كوبي بيست. تمام. هترسمه هنا زي ما قلنا ان انت هنا ايه؟ خلي بالك ان انت هنا جزء التيبل دوت هنا هو هنا 16، لكن انت في جاي عرضها 20. تمام. فانت هيجي معاك ايه؟ هيجي معاك كده تقريبا. تمام.
اهو هيجي معاك كده. تمام، برضه ما تنساش ايه الشنفر، ويبقى معاك هنا ايه، او ده ايه الجزء ده الجزء اللي هو المتقلوص. تمام، طيب علشان ما تمسحش كتير، عشان ما تمسحش طبعا انت عارف ان انت النط ما بتتمسحش، فانت ممكن ترسم الوشر. هترسم الوشر ازاي؟ اهو، حلو. هترسم الوشر مثلا كده، او بلاش عشان يعني ما الفيديو ما يطولش، بس انت يعني حاول اللي هو ايه رتب افكارك بحيث ان انت ايه ما تمسحش كتير يعني. تمام، انت هيكون عندك المسمار اهوت. تمام، هترسم بقى ايه عليه هنا ايه النط. حلو، وراه ايه ووراها الوشر. تمام، ما تنساش النط. وهنا طالما مش مديك يعني حته عايز انبه عليها ان هو طالما هنا ايه مش مديك او يعني الشكل للنط، فانت لا هو هنا مديك شكل للنط، سوري. بس اللي انا كنت عايز اقوله ان هو هنا لو مش مديك شكل للنط فانت هترسم ستاندرد نط. تمام، اللي هي النط اللي انت ايه اخدتها في اول حرفيا في اول محاضرة اللي هي كانت عاملة كده. تمام، هي ديت معوقة شوية بس اللي هو ايه اللي هي النط الستاندرد يعني اللي انت عارفها. تمام، ومعمول فيها ايه تشنفر من ناحيتين. حلو، طيب لان دي الستاندرد. تمام، بس انا كده حرفيا رسمت اول ايه الجزء الشمال. الجزء اليمين نفس الكلام، هتبدأ بالشفط الاول عشان ما تمسحش. تمام، ما تنساش اللي هو ايه هتعمل برضو هنا ايه مكان الكي الفيزر كي، بس هنا ايه هو عاكسهم لك، هو عامل لك هنا ديت فوق وديت تحت، فانت برضو اعكس. فانت هنا ايه ده الشفط يعني. انت هنا لو جيت بصيت انت هنا الفيزر كي او كي واي هنا هتبقى تحت لكن هنا فوق. تمام، فانا هنا معلش انا عملت ده فوق، المفروض دوت كان تحت. فاحنا هنا ايه ممكن بس عشان نظبطها نعمل دوت ايه عكسه ايه تحت. تمام، اهو. وخلي بالك يعني ركز انا برسم يعني برضو الشفط ازاي يعني. انت حاول برضو ايه انا برسم كودوكي، انت يعني بص انا برسم كودوكي ازاي وانت يعني بنفس الستبس ارسم، بس بقى طبعا ايه هتظبط بقى ايه بالمسطره. تمام، فانا رسمت الشفط بالمنظر ده، بعد كده رسمت الكي وي، بعدين قفلت بالخطين دول علشان ايه يعني اللي هو انا ما رسمتش كده اللي هو ايه خط كامل وبعدين كي وي يعني وبعدين جيت مسحت الخطين دول، لا. تمام، فانت الشفط ترسمه كده، بعدين ارسم الكي، بعدين ايه بس حط او اقفل بالشرطتين اللي هما يبقوا ايه ورا ايه ورا الكي دي. حلو، طيب وبعدين هتعمل ايه الفلانجايه بقى ايه هترسم الفلانجايه على الشفط برضه بنفس الفكره. او الفلانجايه تيجي ازاي هتبقى كده اه. تمام، وبرضه انت واخد بالك انا بدأت بال بالفنجايه ازاي. انا بدأت بالشفط وبعدين بدأت بالفنجايه عشان ما اسيبش مثلا الفنجايه كده والشفط هيبقى كده واجي ايه اضطر يعني بعدين ان انا امسح الخط ده. تمام، او انا كده رسمت من غير ما امسح. وحرفيا برضو انت نفس الكلام. انت لما انا رسمت كده خلاص انا جيت اللي هو ايه قفلت مع المسمار دوت ما رسمتش الفلانجايه برضو. وبعد كده ايه اضطريت ان انا ايه لما ارسم المسمار امسح الخطين دول. تمام، فخلي بالك من الستبس دي ان انت هتبدا ازاي بحيث ان انت ما تمسحش كتير. تمام، وطبعا انت لو مظبط الدايمنشنز بتاعتك هتبص طبعا زي ما قلت هتلاقي ان انت المسمار ده هو عشق فعلا اهيت ايه في الهول في الهول دي. حلو، بس طيب كذلك يبقى برضو عندك هنا ايه في الفلانجايه ديت. انت لما هنا تاخد سيكشن فيو فانت يبقى عندك برضو هنا ايه بين واحده بس هي راكبه ايه في الهول دي. تمام، فانت هنا يبقى عندك اهو كده الهول نفس الفكره. هتركب فيها ايه المسمار هيجي بالشكل ده. وما تنساش ان انت البن ديت ايه هي كانت واخده الشكل او المنظر ايه المنظر ده. تمام، اللي هو فيها الوش ده اللي هو مريح مع ال مريح على اللي هو ايه وش الفلانجية التانية. تمام، وبرضه هنا ما تنساش اللي هو ايه المسمار وايه والصامولة، قصدي النط والوش. حلو، بس دي كده حرفيا الرسمة. اه هنا ما ننساش برضه هنا ايه هنا ما ننساش اللي هو هنا ايه المسمار اللي انا هقفل بيه ايه على الشفط. حلو، طيب هنا بس كده حرفيا يعتبر الرسمة هي خلصت. رسمت الفلانجتين
بالشافts بالكيوي بالبنز. وبرضه يعتبر هنا ايه اهوت جمعت يعتبر الفرنجتين ايه مع بعض، ناقص بس حرفيا ايه ناقص السبيسلز ديت او التنشن بيسز ديت. هرسم التنشن بيسز ديت ازاي؟ احنا هنا زي ما قلنا ان انت التنشن بيسز ديت هي هتبقى عامله ازاي. التنشن بيسز ديت يعني في السايد فيو هي هتبقى كده. حلو. طيب فانت لما تيجي تاخد سيكشن سايد، لما انت هتاخد قصدي سيكشن ديفيجن، تمام. احنا السيكشن ديفيجن هو كده ايه بناخده ايه من السايد. فانت ايه اللي هيظهر معاك؟ هتلاقي نفسك قطعت في اجزاء من التنشن بيسز دي، فبالتالي هتتهاتش. وهتبص برضو هتلاقي ان انت عندك ايه في تنشن بيس اللي ورا ديت، لا انت ما قطعتش فيها، بس هي ايه هتظهر معاك. تمام. هتظهر معاك طبعا في انت الشفط عندك راكب هنا، فيظهر منها ايه اجزاء ورا ايه الشفط. حلو. فاحنا انتهينا باختصار التنشن بيسز ال 15 تنشن بيس دول. قلنا لما نقسمهم على 3 فيبقوا 5، فانت هتقسم التنشن ايه بيسز هتقسمهم كده. تمام. هتقسمهم كده يعني انت. حلو. انت اوريدي راسم الخط الاصفر. تمام. انت هتقسم المنطقه ديت ايه عندك لايه لخمسة. تمام. طبعا لما هتقابل الشفط هما احنا زي ما قلنا ان احنا لما نيجي نقطع هنا عشان سيكشن انفيجن، او لما نيجي يعني لما نقطع هنا تمام ونشوف السكشن انفيجن بتاعنا، فاحنا انت هتلاقي البيس ديت هي ورا الشفط. تمام. فانت هتيجي عند الشفط وهتقف. حلو. وهتقسمها كده ايه لخمسة. طبعا انا مش فاكر هي هتيجي ازاي بالظبط، بس انت ايه عامة آه يعني لو رسمت بسكيل كويس او بسكيل مظبوط هتظبط معاك. حلو. وهتعمل ايه خلاص انت رسمت البيسز كده خمسة، انا هنا طالعين معايا 4. طبعا انت هترسمهم 5. وهتعمل ايه هاتشنج بقى في الجزء. اهو هتعمل بس ايه هتسقط انت هنا يعني. بالمناسبة صحيح في انت في الرسمة ديت لازم ترسم سايد فيو. هترسم سيكشن سايد فيو دي ايه ممكن يعني تاخد هنا سيكشن سايد فيو كده. حلو. يعني ترسم له ديت زي ما انا ما رسمتها كده. انت هترسم له الدايره. تمام. وهترسم البيسز ديت يعني. ده انت ده كده حرفيا اللي انا رسمته دوت سيكشن سايد فيو. طب انت ليه هنا هترسم السيكشن سايد فيو دوت؟ في بعض الرسومات في الميكانيكال دروينج وانت طبعا اساسي بترسم ايه سيكشن ديفيجن عشان توضح هنا ايه التجميعه متجمعه ازاي. بس ساعات بترسم في بعض الرسومات هتضطر ان انت ترسم سيكشن سايد فيو فيها زي الرسمه ديت، علشان تبين له برضه انت هنا عندك كام مسمار، البيسز ديت متركبه ازاي. فاحنا زي ما قلنا ان هي هتبقى متركبه بالمنظر ده. تمام. فانت يعني يفضل ان انت في الرسمه ديت تبدا يعني بالسايد فيو، او يعني ترسم الجزء دوت علشان تبدا تسقط ايه الاجزاء، او يعني تبدا تسقط زي ما قلنا اللي هو ايه البيسز. تعرف البيسز ايه الاجزاء يعني ايه الجزء بالظبط اللي هو اللي احنا يعني هنعمل فيه هاتشنج في بيسز. تمام. والجزء اللي مش هنعمل فيه هاتشنج. تمام. بس بالمناسبة برضه انت بتعمل هاتشنج للبيسز ديت علشان الدنيا ما تخشش في بعضها وتبقى يعني زي انت فاصل بينهم. فانت هتعمل له هنا ايه واحدة مثلا هاتشنج فيها كده والتانية ايه الهاتشنج عكسها. حلو. بس كده ايه هيظهروا ايه هيكونوا ظاهرين ايه معانا ايه اكتر. تمام. بس وبرضه بالمناسبة يبقى في حاجة كمان. انت هنا لو انت جيت بصيت لو احنا عملنا كده برضه في السكشن سايد فيو هنبص هنلاقي ان انت عندك هنا ايه هنا يعتبر برضه هتلاقي فيه زي تو بن برضه ايه هما هيظهروا معاك من ورا الشفط. فانت هنا بعد ما ترسم البيس ديت هتلاقي برضه يعني في خطين جايين معاك كده. تمام. دول يعني انت هترسمهم دول بتوع ايه برضه ايه البنز بقى اللي ورا. تمام. بس انت بترسم سكشن انفيجن، فاحنا بنرسم سكشن انفيجن انت رميت الاتنين دول خلاص. الاتنين دول انت قطعت فيهم، فانت دول هترسمهم وهيبقى عندك اتنين كمان ورا الشفط هيكونوا ظاهرين ايه ظاهرين معاك. تمام. بس حرفيا هي الرسمة هي هتبقى حاجة أشبه لكده. وبعدين هتعمل ايه هتعمل بقى ايه هاتشنج طبعا في الفلنجية. تمام. هنا هتعمل اللي هو هنا ايه برضه هنا ايه هاتشنج كده في الشفط عشان توضح له الكي ديت وهي راكبة. تمام. هنا هاتشنج طبعا برضه هنا ايه في الفلنجية.
هاتشنج في الوشر. تمام. وقلنا برضو ايه هنعمل هاتشنج فين في التنشن بيسز ديت، وقلنا الهاتشنج هيبقى ايه عكس بعض. تمام. بس طبعا البن والشافts مش بنعمل فيهم هاتشنج. تمام. بس يعني ده كده موضوع باختصار. حاول يعني ابدأ في الرسمة وإن شاء الله بإذن الله تبقى سهلة. يعني عارف إن فليكسبل كابلينج ممكن تكون من الرسومات التقيلة اللي مش يعني اللي فكرتها مثلا ما بنكونش مجمعينها قوي، بس حرفيا أو يعني عايز أقول لك يعني هي رسمة بتبقى تقيلة، بس أنت مجرد ما بتفهم فكرتها هي خلاص يعني بتبقى خفيفة. تمام. بس و... وأخيرا يعني متنسوش نصلي على حبيبنا النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.